سبقوني، ونحن أمام ورقة فعلا حقيقية، وهي ورقة دستورية. لذلك أنا في نظري يجب على نواب الأمة أن يستحضروا غدا ضمير الوطن، ويستحضروا روح الدستور، ويستحضروا هذه المكتسبات التي حققتها بلادنا في الحرية والديمقراطية وحرية التعبير والنشر. كل هذه المكتسبات منذ حوالي عقدين من الزمن الآن نأتي بلجنة لنثمر كل ما تقدم من أجل أغراض لا أساس لها لا بالدستور ولا بالقانون، خصوصا أن من سبقوني شرحوا أكثر وتفضلوا باستفاضة شرح القوانين المنظمة والإشكاليات القانونية المعاكسة لتنظيم هذه الندوة أو لطرح هذه اللجنة التي لن يكون لها سوى صدى سيئا في حال إذا ما تم التصويت عليها. وطبعا نحن نعلم أن البرلمان فيه أغلبية وله صوت الأقوى، ونتمنى أن يكون من داخل هذه الأغلبية أصوات تنصت إلى هذا الضمير، ضمير الوطن، روح الدستور وروح هذه المكتسبات التي حققتها بلادنا. أكتفي بهذا القدر وأشكركم.